انا اول مره اطلع اتكلم على ماتش للزمالك ما يكونش بيلعب النادي الاهلي، يعني اول مره اطلع كده بعد ماتش لنادي الزمالك اطلع اتكلم فيه. وكنت بدعي، والله أنا كنت بدعي بقول يا رب الزمالك يكسب. هتقول لي ازاي يا ابني تدعي ان الزمالك يكسب؟ اصل هي كده كده كانت باينه، يعني سيبك ان انت بقى ان مودرن كسب الزمالك. الماتش الوحيد اللي مودرن كسبه في الدوري كان الزمالك. يعني مودرن لعب 17 ماتش في الدوري، 10 خسارة و6 تعادل. اه والله 10 ماتشات خسارة و6 تعادل وواحد مكسب. الواحد المكسب ده كان على نادي الزمالك، يعني هو كان معاه 9 نقط من الدوري. مودرن اللي هو اخر الدوري معاه 9 نقط، منهم 3 من الزمالك و6 تعادلات. فهو الشوط يعني هم جايبين الجون في الدقيقة واحد حاجة وخمسين، يعني من أول الدقيقة حاجة وخمسين لحد الدقيقة 106 الزمالك بيحاول يجيب جون. مع إن فرص مودرن كانت أكتر، ومودرن كانت أخطر من الفترة دي لحد الشوط الأولاني برضو من الوقت الضايع. كان عمال يضيع وكان عمال يضيع، فهم يستاهلوا في الآخر. فأنا كنت عمال يا رب يكسب ليه، فأنت رجعنا لموضوعنا تاني. نقول الزمالك يا رب يكسب ليه؟ عشان اللي هيحصل من النهارده لحد يوم التلات. ايه اللي هيحصل من النهارده لحد يوم التلات؟ انا بقول لك اهو ده اللي هيحصل، وهتشوف دلوقتي كل الزملكاويه هيقولوا كده، وكل الاعلام الزملكاوي وكل القنوات الزملكاوي واي حد زملكاوي ايا كان، وكل القنوات كلها زملكاويه دلوقتي عموما يعني. هتلاقي اقول لك الاهلي مريح قبل الزمالك بيومين، مع انهم عمالين يهروا فيه. والزمالك لعب 120 دقيقه. فانا كنت بقول يا رب يكسب عشان يخلص الماتش في 90 دقيقه، عشان ما نسمعش قصه ال 120 دقيقه والاهلي مريح قبلها بيومين وعايزين ناجل الماتش. وده اللي هيحصل، وعايزين ننسحب من الماتش وعايزين ناجل الماتش ومش هنروح الماتش. كل الكلام ده اللي هيتقال. فعشان كده بقول يا رب الزمالك يكسب بدري عشان نخلص في 90 دقيقة عادي يعني. فوصل 120 دقيقة وانت اصلا يعني ده مستواك. هنسيب ده كله وهيسيبوا ده كله وهيمسكوا في اللي انا بقول لك فيه ده. هيسيبوا مستواهم، هيسيبوا الدنيا المعكوكة معاهم، هيسيبوا مودرن اللي كان هيكسبهم تاني، وكان هيبقى خلاص عقدة الزمالك مودرن. وكانت هتنزل خلاص الدرجة التانية، يعني لو تنيت على المستوى ده هتنزل الدرجة التانية وهتهبط. هندور عليها يعني، هيدوروا على مودرن فين عشان عقدة الزمالك. فهيسيبوا ده كله، هيسيب اللعيبه، هيسيب المدرب، هيسيب الجهاز الفني، هيسيب الاداره، هيسيب ده كله. لا ده انت تاجل الماتش او ننسحب من الماتش اللي جاي ده. يا ابني ما انت حلو، ده انت فزت على مودرن ورايح بمعنويات عاليه وبتاع. لا لا لا، هو الماتش يتاجل. اشمعنى الاهلي مريح قبل بيومين يا ابني؟ ما فيش تاجيلات. الاهلي طلب قبل كده ياجل وما فيش حاجه اتاجلت. لا ده شوف بقى، ده الاهلي عشان كلامهم بس. يعني احنا بنطلع نرد على كلامهم، ما بنقلسش وما بندلسش وما بنقولش على كلامهم. الاهلي منسحب من كاس مصر يا ابني، ده مش منسحب، ده دي العقوبه ان هو كان انسحب من البطوله اللي فاتت ودفع مليون جنيه تقريبا، او دفع الغرامه واتعاقب ان هو ما شاركش في البطوله دي. لا ده هو منسحب. الاهلي مش عايز يلعب كاس الرابطه ده، لا عايز يعتذر يعني. لا ده ما اسموش اعتذار، اسمه انسحاب. طب اللي انت بتعمله ايه ده؟ اسمه اعتذار. اعتذر عن المباراه مش البطوله. اعتذر ازاي يعني؟ يعني انت مش عايز تروح الماتش وعايز تنسحب، ده اسمه اعتذار؟ طب واللي ما بيروحش البطوله خالص ويقول لك البطوله دي مش ما فيش وقت العب، ده اسمه اعتذار ولا اسمه انسحاب؟ مش عارف. هو ده دماغكم بقى اللي هي لوحدها. فانتوا هتسيبوا ده كله وخلاص وهنفكر في الانسحاب قدام الاهلي، مع ان انتوا رايحين بمعنويات عاليه ولسه فاضل 4 ايام، يعني مش كتير يعني. ده ماتشات الدوري هتبقى ايه طيب؟ انت المفروض نعمل ايه حضرتك طيب؟ فهنسيب ده كله، هنسيب الماتش، هنسيب مودرن اللي كانت هتكسبنا، هنسيب ان احنا كنا اوحش من مودرن ونفكر في الماتش ونشوف الجهاز الفني نشوف الدنيا. لا ده انت سكوادك احسن من سكوادي، فلوسك اكتر من فلوسي يا ابني. ما انت عندك احسن يعني النهارده الصبح اللي كان بيلعب ففي ماتش الاهلي ممكن عواد يعني. عواد ده احسن جون في مصر، ده كلامكم. 7 من والونش احسن دفاع في مصر. خط النص دونجا بيضايق امام عاشور، هو ده الحاجه الوحيده اللي بيعملها، او بيغيظ او هو بيحاول يلقح على امام عاشور. محمد شحاته، زيزو احسن لاعب في مصر. شيكابالا اسطوره مصر بره وجوه وقدام وورا وفي كل حته. طب ايه طيب؟ ناقص لك مين؟ انت عايز مين تاني في نادي الزمالك؟ عبد الله سعيد، ناصر مان. ناقص لك مين في السكواد؟ انا مش فاهم يعني. نجيب لك مين طيب؟ بن طايق احسن صفقه جت من سنه 90 لحد دلوقتي. عايز ايه تاني؟ عمر جابر الخبره وكابتن نادي الزمالك. ما انت عندك السكواد. ايه الوحش في السكواد بتاعك طيب؟ الاستقرار. ما انت الراجل مبسوط بيه. اي راجل يجي انت مبسوط بيه. اللي عنده 100 سنه انت مبسوط بيه. ما كانش عنده زهايمر، لما تيجي تمشوه يبقى عنده زهايمر. الراجل اللي خد السوبر الافريقي ده احسن مدرب. سابنا وهرب، ده الهارب وعايز فلوس. ايا كان بقى، فهو ده حالكم. مفيش هتفكر في النادي بتاعك، مفيش هتفكر ان انت مستواك النهارده وانت خلاص انا كسبت. ده شيكابالا جاب الجول، هوب نزل بوستات لشيكابالا، هوب نزل صور لشيكابالا. ده كان عيد ميلاد اول امبارح وجاب الجول النهارده. ده احتفل هو وزيزو كده. ده هو مش عارف ايه كل ده وخلاص وهننسحب من الماتش. اتكلم يا ابني كوره، شوف فرقتك، اعدل فرقتك. لا ما تسحبش من الماتش، لا واجه الاهلي. احنا كنا المفروض احنا الناس الاهلاويه
اول ماتش الزمالك، احنا في عرض نقطه، يعني هو الفرق ماتش ما بيننا وبين بيراميدز. اول ماتش الزمالك، تاني ماتش بيراميدز. ما سمعناش حد قال ننسحب. سمعنا ان انتوا كلكم طالعين تقولوا القرعه لسه دي موال لوحده، القرعه بتاعت الدوري المصري بتاعت الدور الثاني. قال لك ده متفق عليها من قبل ما البطوله تبدا، من قبل ما الدوري يبدا. رقم واحد هيقابل رقم اربعه، رقم اتنين هيقابل رقم ثلاثه. ماشي جميل، انتوا متفقين كده. طب ليه عملتوها في السر؟ هي مش ليه سريه؟ ليه مش علنيه؟ مش فاهم، ده قرعه كاس العالم دي ولا قرعه دوري ابطال ولا ما تفهمش في ايه؟ طب ماشي احنا مشينا على كلامكم. طب التسعه التانيين هم خلاص دلوقتي بقى فيهم اول وتاني وتالت وتاسع لحد زي العشره التسعه الاوائل. فتيجي تبص على الاول هناك زد، هيلاعب مين؟ مش هيلاعب الرابع عادي، مش زي الاولانيين. ليه طيب؟ ده هيلاعب المحله الكام؟ المحله السابع. التاني طلائع الجيش تقريبا، مش هيلاعب التالت اللي هي سموحه. طب اشمعنى هناك الاول ومش عارف هيلاعب الرابع والتاني هيلاعب التالت؟ فانتوا عملتوها على مزاجكم، مفيش مشكله. احنا قلنا احنا ورا النادي ولازم نكسب الماتشين، نكسب الزمالك ونكسب بيراميدز عادي. فده اللي احنا بنفكر فيه. مش زيك هنفكر في الانسحاب، مش زيك هنفكر في ازاي ما بنروحش الماتش، مش زيك هنقول لا ده انتوا اعلى مننا، ده انتوا فلوسكم اكتر، ده انتوا السكواد مش عارف ايه. يا ابني ما دي فرقتك اللي انت بتبقى بيها، وده شيكابالا وده عواد وده زيزو وده دي فرقتك اللي انت اللي هي احسن نجوم يعني في العالم.